احنا اليوم هذه الليلة هذه واقفين معتصمين قدام ولاية جهة قلميم وادنون. علاش؟ لأننا اكتشفنا للأسف الشديد أن هناك تواطؤ مكشوف وتزوير مفتوح من أجل إعطاء وإهداء مقعد برلماني لمن لا يستحقه. نحن المعطيات التي عندنا أن حزب العدالة والتنمية، لائحة حزب العدالة والتنمية من خلال محاضر مكاتب مركزية في مدينة قليميم تجاوز كل اللوائح، خاصة لائحة المرضى ولائحة الحمامة، بأكثر من 3000 صوت مدينة قليميم. معنى أن الساكنة صوتت بكثافة، ساكنة مدينة قليميم بكثافة لحزب العدالة والتنمية. بعد تجميع بعض محاضر المكاتب المركزية العالم القروي تبين أن هناك تقدم للائحة مصباح على مجموعة من اللوائح، وأنه هو المستحق للمقعد البرلماني الثاني. وإذا بنا نفاجأ بندوة صحفية يعقدها السيد الوالي يعلن فيها عن تصدر لائحة اتحاد اشتراك القوات الشعبية ولائحة التجمع الوطني الأحرار وحصولهم على هذين المقعدين، مع العلم أنه عند انعقاد الندوة الصحفية لم يتم تجميع على صعيد المكتب المركزي في العمالة، لم يتم تجميع سوى 3 محاضر ديال المكاتب المركزية. كيف؟ الأصل أن النتيجة لا تعلن إلا بعد تجميع ولحد الآن وأنا أتحدث معكم بعد ما يقرب من ساعة ونصف من الندوة الصحفية يلا تجمعوا 8 ديال المحاضر ديال المكاتب المركزية. إذن كيف يتم إعطاء الآلاف للوائح معينة؟ نكونوا واضحين. إذا كان جهات معينة بغات تعطي تهدي هذا المقعد لشي جهة معينة تقولها تخرج لساكنة قليميم وتقولها لا بلا انتخابات بلا حملة انتخابية بلا صناديق. ولكن أنا نقول اليوم في زمن دستور 2011 لن نقبل بهذا الخرق، وسنتصدى له وسنبقى في الشارع وسنمارس جميع الوسائل القانونية إلى أن تعود الأمور إلى نصابها ونحمل